السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. كنا خلصنا درس الحملة الفرنسية والنهاردة عندنا حل على درس الحملة الفرنسية كتاب الامتحان بالتفصيل، مش هنسيب سؤال مش هنشرحه ونتكلم عنه. فلو انت اول مره تتفرج علينا بس تعملنا باللايك وشارك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات وتشارك اصحابك الفيديو. اول حاجه يا اولاد عندنا هي اسئله اختار اللي موجوده في كتاب الامتحان تدريبات الدرس. معايا يلا بقى كده اختار كده. طبعا قررت فرنسا ارسال حملتها على مصر 1798 مستغله العداء مع الدوله العثمانيه ولا تدهور اوضاع مصر الداخليه ولا الصراع الانجليزي الروسي ولا اعلان المماليك في مصر الحرب على الفرنسيين. طبعا تدهور الاوضاع الداخليه واللي كان اتكلم عنها وبعت لهم تقرير بيفيد بالكلام من ده. ما تنساش القنصل الفرنسي. طيب تاني سؤال، بدأت أول مقاومة وطنية ضد الحملة الفرنسية على مصر عند أول مقاومة خالص أول ما جم كان دخول القاهرة ولا ثورة القاهرة الأولى ولا مقاومة أبناء الصعيد ولا دخول نابليون الإسكندرية؟ تقول لي يا مستر دخول نابليون الإسكندرية. أقول لك صح. انطلقت القوات المملوكية لمواجهة الفرنسيين بعد الاستيلاء على الإسكندرية. من يعني خرجوا من، مش اتقابلوا فيه، خرجوا من القاهرة. طيب أول صدام عسكري بين الحملة الفرنسية والمماليك. تاني أول حرب بين الفرنسيين والمماليك في مصر كانت شبرا خيط ولا أبو قير ولا اسكندرية ولا إمبابة؟ تقول لي يا مستر لا شبرا خيط. خلي بالك السؤال ده السنة اللي فاتت القاهرة. فر مراد بك بعد هزيمته من الفرنسيين في معركة إمبابة إلى الشرقية، اسكندرية، الصعيد، الشام. هيبقى احنا رحنا فين؟ إلى الصعيد. تمام؟ دخل الفرنسيين القاهرة عقب معركة، يعني دخلوا القاهرة بعد شبرا خيط ولا إمبابة ولا أبو قير البحرية ولا أبو قير البرية؟ بعد إمبابة دخلوا القاهرة. طيب انتهت آمال فرنسا في السيطرة على ساحل البحر المتوسط بعد عودة نابليون سرا لفرنسا ولا بعد فشل نابليون في فتح عكا ولا بعد أبو قير البحرية ولا ثورة القاهرة الأولى؟ فشلوا خلاص ما عادش، يبقى بسبب معركة أبو قير البحرية. طيب توقفت حركة التجارة الخارجية بمصر 1798 بسبب كثرة الضرائب ولا الكشوف الجغرافية ولا اضطراب الأمن ولا حصار الأسطول الإنجليزي سواحل مصر الشمالية؟ نبهت وأنا بشرح عليها جامد. حصار الإنجليز لسواحل مصر الشمالية. شرع نابليون في تحصين القاهرة بعد ثورة القاهرة الأولى ولا معركة أبو قير ولا أبو قير البحرية ولا ثورة القاهرة الثانية؟ هتقول لي شرع في تحصين مدينة القاهرة في ثورة القاهرة الأولى. طيب تحالفت الدولة العثمانية مع نقط لإخراج الفرنسيين من مصر. انجلترا وإيطاليا ولا انجلترا وروسيا ولا إيطاليا وألمانيا ولا ألمانيا وروسيا؟ هتقول لي طبعا انجلترا وروسيا وانت منبه عليها في الفيديو اللي فات في الشرح. طيب اهتم أهم الاستراتيجيات التي طبقها نابليون بحملته على الشام. دي حلو، ده سؤال جميل. حتى قال لك ايه؟ مستوى ذكاء اهو، خلي بالك سؤال تميز. ايه الاستراتيجيه اللي طبقها نابليون؟ عنصر المفاجاه ولا التحالف الدولي ولا الهجوم خيرا من الدفاع ولا المناوره والخداع؟ هتقول لي لا يا مستر الهجوم خير من الدفاع. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما عرف ان هم جايين له هو قام جاي ايه؟ رايح له. طب جميل جدا. خلي بالك من سؤال كام؟ 11. اعمل بقى سكرينه وصلي على النبي في الكومنتات دلوقتي يلا. طيب اللي بعد كده يا باشا، قاد نابليون قواته الى الشام للقضاء على الجيش العثماني وفي طريقه استولى، انت منبه عليها مستر، استولى على العريش وغزه. هنا العريش بس يبقى العريش بس. قام نابليون بونابرت في الشام بارتكاب جريمه بشعه بعد الاستيلاء على مدينه يافا، طبعا اللي هي مذبحه يافا البشريه. رحل نابليون الى فرنسا سرا بعد معركه ابو قير البحريه ولا البريه ولا شبرا خيط ولا امبابه؟ لا يا مستر ابو قير البريه واثناء المعركه كمان.
بدأ الأخطار تحيط بالحملة الفرنسية منذ عهد. كله هيجري يكتب مين؟ كليبر. الأخطار موجودة من أيام نابليون. الأخطار موجودة من أيام مين يا أولاد؟ نابليون. يبقى تاني كده خلي بالك أهو، بدأت الأخطار تحيط بالحملة الفرنسية منذ عهد نابليون. ما هو البلاوي حصلت في عهد نابليون مش في كليبر، ركز. سمح الفرنسيين بدخول القاهرة للقوات العثمانية في قلب القاهرة في عهد مين؟ كليبر لما سمح لهم بدخول القاهرة بعد معاهدة العريش. قام المصريين بثورة القاهرة 1800 بزعامة ثورة القاهرة الكام؟ الثانية. بزعامة مين يا باشا ثورة القاهرة الثانية؟ ها محمد قريب ولا مراد بيك ولا أحمد باشا ولا عمر مكرم؟ القلم راح لوحده على عمر مكرم. طيب قام سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر بقتل كليبر. واجهت الحملة الفرنسية أنظار الدول الأوروبية لقوة الحماية العثمانية بمصر، ولا موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي؟ ما تكملش يا مستر. موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. ترتب على اكتشاف حجر رشيد ايه يا باشا؟ التعرف على التاريخ المصري القديم. إعادة كتاب وصف مصر، توجيه أنظار إنجلترا نحو مصر، إنشاء المجمع العلمي. هنقول له يا باشا التعرف على التاريخ المصري القديم، وترتب على اكتشاف حجر رشيد التعرف على التاريخ المصري القديم. كده خلصنا أسئلة اختار بتاع الدرس. طيب أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أكمل يعني أبحرت الحملة أو قوات الحملة الفرنسية سرا من ميناء طولون في فرنسا. التقت قوات الحملة الفرنسية وقوات المماليك بالبحيرة شبرا خيت. أغرق الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون الأسطول الفرنسي في خليج أبو قير. لم يستطيع نابليون دخول مدينة نقط بسبب مقاومة عكا، بسبب مقاومة أحمد باشا الجزار. قام الفرنسيين بإخماد ثورة القاهرة الثانية بتدمير حي بولاق، لأن الثورة كانت في حي بولاق. اكتب صح أو غلط، خلي بالك مع التصويب في الامتحان، تركز في النقط ديت. طيب هتبقى ايه يا مستر معتز؟ يلا تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزءا من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا، دي صح. اصبح اصطحب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون لدراسة احوال مصر، صح. قاوم اهالي الاسكندرية الحملة الفرنسية بقيادة السيد محمد قريم، صح. ده ايه الجمال ده يا مستر؟ ايه اللي بعد؟ يلا. استخدام المماليك الأسلحة الحديثة في مواجهة الفرنسيين، غلط. الفرسان. كان لموقعة أبو قير البحرية 1798 آثار اقتصادية سلبية على مصر، تبقى صح، اللي هي توقف التجارة الخارجية. طيب تغلبت الطبيعة الجغرافية على الأسلحة الحديثة في حرب نابليون في مقاومة أبناء الصعيد، طبعا بسبب اتباعهم حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. فشلت القوات الفرنسية في فتح عكا بسبب إمداد الأسطول الإنجليزي، صح. انتصرت القوات العثمانية على قوات الحملة الفرنسية في معركة أبو قير البرية يوليو 1799. انتصرت القوات العثمانية، هتبقى غلط طبعا، انتصرت القوات الفرنسية أو هزيمة، براحتك بقى يا قلبي. طيب حققت الحملة الفرنسية أهدافها في مصر، طبعا غلط، لم تحقق، عشان التصويب لم تحقق. طيب أرسلت إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبو قير 1801 أثناء قيادة كليبر للحملة الفرنسية. تاني أرسلت إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبو قير 1801 أثناء قيادة مينو. أيقظت الحملة الفرنسية على مصر الروح القومية لدى المصريين، صح. من النتائج السياسية للحملة الفرنسية إنشاء المجمع العلمي، غلط، وخلي بالك ده غربية، هتبقى العلمية. طيب تركت الحملة الفرنسية نتائج بعيدة المدى على المصريين بفضل قواتهم العسكرية، غلط، علمية برضو أو العلماء. طيب صوب يا باشا
ارتبط تعظيم الشعور الوطني عند المصريين بمقاومة شبرخيت. طبعا هو عامل لك خط على شبرخيت، هيبقى ايه؟ ابناء الصعيد. طيب تفاوض كليبر مع الحكومة البريطانية فيما عرف باتفاقية العريش. تفاوض مع لا طبعا هو عامل لك خط اصلا، هيبقى مع العثمانيين. كان كليبر ينوي الإقامة في مصر وتحويلها لمستعمرة فرنسية. مين اللي كان ينوي؟ كليبر. طبعا غلط، هيبقى مينو. من هو؟ يعني زي ما تنسب الأعمال. أرسل تقريرا يفيد بسوء الأوضاع السياسية والداخلية القنصل الفرنسي. طيب أعدمها رميا بالرصاص، يبقى ما تكملش محمد كريم. قاد حركة المقاومة ضد نابليون في عكا، ما تكملش عكا، أحمد باشا الجزار. قاد فرنسا تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون، برضه ما نكملش، اللي جه بعد نابليون كليبر. أنشأ الديوان العام وديوان القاهرة وديوان الأقاليم، يبقى نابليون. طب ده جميل، كل الأسئلة دي معتادة وجميلة. نركز بقى في أسئلة بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية على مصر. هنقول له بسبب تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. نبهنا على السؤال، وأصلا سؤال كتاب مدرسة، يعني سؤال مهم جدا. 2. اصطحب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. هنقول له بهدف دراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال موارد مصر. طيب قامت ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798 ضد الفرنسيين بسبب فرض نابليون ضرائب فادحة على المصريين وتفتيش البيوت بحثا عن الأموال وهدم أبواب الحارات لمقاومة عناصر المقاومة. طيب السؤال اللي بعده برضه سؤال كتاب مدرسة. التحالف البريطاني الروسي العثماني، يبقى الإخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية من مصر، بهدف إخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. ولتحقيق ذلك طبعا قلنا أرسلت كام حملة؟ حملتين، واحدة برية واحدة بحرية. طب السؤال 5 برضه سؤال كتاب مدرسة، هتخلي بالك منه. الحملة الفرنسية على الشام، تقول له رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم من الشام قبل أن يصل إلى مصر. رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم من الشام قبل أن يصل إلى مصر. 6. فشل نابليون في دخول عكا بسبب مقاومة أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار، مساعدة الأسطول الإنجليزي لأهالي عكا بالمؤن والذخائر. طيب رحيل نابليون سرا إلى فرنسا بسبب تحالف دول أوروبا ضد فرنسا. طيب ايه كمان؟ فشل اتفاقية العريش 1800، رفض الحكومة البريطانية الاتفاق وطالبت باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب فرفضه كليبر. كده عندك 8 أسئلة بما تفسر كتاب مدرسة على أسئلة تانية ما يطلعش منهم أسئلة في الامتحان، أسئلة كلها طبعا مهمة. ما النتائج المترتبة على معركة إمبابة؟ هنقول له فرار مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم بك والوالي العثماني إلى الشام. اسمه مراد عشان الناس اللي بتتلخبط، تمام؟ طيب تحطيم الأسطول الفرنسي في أبو قير. ما النتائج؟ هنقول له تحطيم وإغراق الأسطول الفرنسي. حاصر الأسطول الإنجليزي شواطئ مصر الشمالية مما أدى إلى توقف حركة التجارة الخارجية. ما النتائج؟ برضو كتاب مدرسة. ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي. النتائج؟ شرع الفرنسيين في تحصين مدينة القاهرة وإعدام الكثير من الأهالي والثوار
وتفتيش وكله بقى يبقى اعدام الكثير من الاهالي والثوار وفرض غرامات ماليه على التجار والعلماء وشرع الفرنسيين في تحصين مدينه القاهره. رقم 4 برضه سؤال كتاب مدرسه بيتكلم عن مذبحه يافا البشريه. هنقول له ما النتائج يا باشا؟ هنقول له مقاومه واستبسال اهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بقياده احمد باشا الجزار. 5 رغبة كليبر في خروج الحملة الفرنسية من مصر. ما النتائج؟ هنقول له أدى ذلك إلى تفاوض كليبر مع الدولة العثمانية فيما عرف باتفاقية العريش. أدى ذلك إلى تفاوض كليبر مع الدولة العثمانية فيما عرف باتفاقية العريش. سؤال 6 ما النتائج؟ سؤال كتاب مدرسة برضه الاحتلال الفرنسي. ما النتائج؟ طبعا نمو الروح القومية عند المصريين، توجيه أنظار دول أوروبا خاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر، والنتائج العلمية والآثار الاقتصادية والاجتماعية ونظام الحكم والإدارة. دلل لم تكن الحملة الفرنسية مجرد حملة عسكرية. ده سؤال احنا منبهين عليه، سؤال عادي يعني. اصطحب نابليون لمجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون وتنظيم الحكم والإدارة. دلل كان لأبناء الصعيد دورا وطنيا في مقاومة الحملة الفرنسية. دلل قالوا له حيث أخفق الفرنسيين في مقاومة أبناء الصعيد بسبب اتباعهم حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. رقم 3 ترك نابليون مصر والأخطار تهددها من كل جانب. هنقول له بسبب عودة المماليك للمقاومة، تجدد ثورات المصريين في الشرقية والتي امتدت لوسط الدلتا وغربها، وارسال الدوله العثمانيه حمله على العريش ودمياط. وده برضه من الاسئله اللي اتكلمنا عنها. السؤال اللي جاي اسئله تميز. تشابهت سياسه نابليون مع سياسه كليبر، طبعا لان الاثنين استخدموا القمع والارهاب لاخماد الثوره، حيث قام كل من نابليون وكليبر باستخدام في ثوره القاهره الاولى والثانيه القوه والقمع وفرض الغرامات الماليه. سؤال رقم 5 كان الانجليز دور كبير في فشل الحملة الفرنسية على مصر. كان الانجليز دور كبير في فشل الحملة الفرنسية على مصر، طبعا بسبب انتصار الاسطول الانجليزي على اسطول الحملة الفرنسية في معركة ابو قير البحرية والذي اثار حولها الحملة الفرنسية. طيب كان لرفض انجلترا اتفاقيه العريش اثار سلبيه على العثمانيه. تقول له حيث قام، دي حتى انا نبهت عليها، حيث هاجم كليبر القوات العثمانيه بعد ان سمح لهم بالدخول في القاهره وطردهم الى الشام. انا حابب السؤال ده قوي، خلي بالك منه. طيب 7 اهتم الفرنسيين بتنظيم امور الحكم والاداره في مصر. دلل يا باشا، قال لك اهو يا باشا انشاء نابليون الديوان العام وديوان القاهره وديوان الاقاليم لتدريب الاعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى. تمام. طيب كانت للحمله الفرنسيه اثار متناقضه على التجاره الخارجيه بمصر. هنقول له من ناحية الشمال توقفت حركة التجارة الخارجية، من ناحية البحر الأحمر فتح أسواق جديدة في بلاد البحر الأحمر. توقفت التجارة الخارجية لمصر بعد معركة أبو قير، في حين قام الفرنسيين بفتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا. قارن بقى ما بين ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية من حيث المركز. الأزهر قاد قيادة الحملة الفرنسية نابليون. النتائج اعدام الكثير من الاهالي والثوار وفرض غرامات ماليه على التجار والعلماء. طيب ثوره القاهره الثانيه كانت في حي بولاق، قائد الفرنسيين كان كليبر، ونتائجها تحطيم حي بولاق وفرض المزيد من الضرائب ومصادره الاموال. ماذا يحدث؟ انتصر المماليك على في شبرخيت. قال لك يا باشا لم يقم الفرنسيين لم يقم المماليك بالفرار جنوبا للدفاع عن القاهره ولم يرابطوا عند امبابه ولم يحدث حادثه امبابه. طيب 2 انتصار الاسطول الفرنسي على الاسطول الانجليزي في معركه ابو قير. لم يتم القضاء او لم يحاصر الاسطول الانجليزي شواطئ مصر الشماليه، وبالتالي سيطرت فرنسا على سواحل البحر المتوسط ولم تتوقف التجاره. قابلت الحكومة البريطانية اتفاقية العريش. عندنا 100 حاجة بقى نقولها.
كانت ستخرج الحملة الفرنسية من مصر بجنودها عن نفق الدولة العثمانية أو لم تقم ثورة القاهرة الثانية. حاجات بقى براحتنا. ما رأيك؟ اصطحب نابليون للعلماء، شيء عظيم طبعا. قال لك اهو يا باشا، كان الهدف منه دراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال موارد مصر. طيب موقف أهالي عكا، طيب موقف عظيم جدا. ليه؟ سبب استرسال أهالي عكا في الدفاع عن بلادهم بقيادة أحمد باشا الجزار كان السبب في فشل الحملة على الشام. أشرق الفرنسيين الأعيان والعلماء المصريين في الديوان العام، شيء عظيم طبعا بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. طيب يا باشا، ما العلاقة؟ وفيها أسئلة مهمة طبعا وكلها أسئلة امتحانات 23 و 24. معركة أبو قير البحرية وثورة القاهرة الأولى. أنا أقول له يا باشا، كانت هزيمة الفرنسيين في معركة أبو قير البحرية سببا في حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، فاضطر نابليون لفرض الضرائب على المصريين فقامت الثورة. طيب الحملة الفرنسية والروح القومية لدى المصريين، ما العلاقة؟ هتقول له يا برنس، كانت من نتائج الحملة الفرنسية على مصر اكتشاف حجر رشيد مما ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. طيب رقم 3، الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم. هتقول له أيقظت الحملة الفرنسية الروح القومية لدى المصريين عندما تمسك المصريين بحقهم في الحرية واختيار حكامهم. تقول لي يا باشا كل الحاجة اللي انت بتقولها دي احنا اصلا اتكررت في الاسئلة وانت منبه عليها واحنا شغالين. بالفعل عندنا سؤال رتب الاحداث من اقدم للاحدث. قال لك مجيء الحملة الفرنسية واتفاقية العريش ومذبحة يافا وثورة القاهرة الثانية ومعركة ابو قير. فطبعا رقم 1 هتكون ايه يا عم صور رقم 1؟ رقم 1 يا باشا هتكون مجيء الحملة الفرنسية. 2 هتكون أبو قير البحرية. 3 هتكون مذبحة يافا. 4 هتكون اتفاقية العريش. 5 هتكون ثورة القاهرة الثانية. طيب أسئلة التميز بقى اللي احنا بنحب نحلها. ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك في معركة إمبابة بسبب فرار إبراهيم والوالي العثماني للشام. حدث فراغ سياسي. يعني إيه فراغ سياسي؟ يعني الناس اللي بتحكم مصر هربت، مفيش حد يحكم يعني بعد معركة إمبابة. تخلى نابليون عن تعهداته مع المصريين بعد دخوله بسبب ثورة القاهرة ولا مقاومة أبناء الصعيد ولا ثورة القاهرة الثانية ولا تحالف المماليك مع الدولة العثمانية. هيبقى ثورة القاهرة الأولى. طيب اللي بعده يا باشا مصر، بقية الأسئلة اللي عندنا. التقت القوات الفرنسية للمرة الثالثة بعد فشل اتفاقية العريش ولا أثناء حصار عكا ولا أبو قير البحرية ولا البرية. المرة الكام يا باشا؟ الثالثة. يبقى معاهدة العريش. هي جت غلط بس هي العريش. طيب اطلع المصريين على بعض ملامح الحياة الديمقراطية في أوروبا من خلال مشاركتهم فيه. اللي شافوه تعلموه كان الدواوين. طب يا مستر الأسئلة بتاعت دلل بقى يا باشا ولا أسباب؟ استنتج أسباب يعني بقى تفسر. خلت القاهرة من أي قوة للدفاع عنها. هيبقى يا باشا بعد الانتصار الفرنسيين في معركة إمبابة اضطر نابليون فر مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك والوالي العثماني إلى الشام. كان الحملة الفرنسية آثار إيجابية في اتصال مصر حديثا بحضارتها القديمة، اللي هو اكتشاف حجر رشيد يا باشا، لأن علماء الحملة اكتشفوا حجر رشيد وترتب على ذلك التعرف على التاريخ المصري القديم. قارن ما بين أسباب تفوق التجارة الخارجية لمصر وأواخر القرن الخامس عشر وبعد مجيء الحملة الفرنسية. طب يا باشا هنقول له هنا أسباب تفوق التجارة الخارجية أو توقف التجارة الخارجية في القرن ال15 كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحويل التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. طيب
اللي بعد كده كانت مجيء الحمله، هتقول له بسبب الحمله فين؟ وبعد الحمله جه الحمله بسبب محاصره الانجليز شواطئ مصر الشماليه مما ادى الى توقف التجاره الخارجيه. طيب ما العلاقه هنا بين معاهده العريش و ابو قير البحريه؟ هنقول له حرمت الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا كانت نتيجه لموقعه ابو قير البحريه، ومع تناقض اعداد الحمله اتجه كليبر لعقد اتفاقيه العريش مع العثمانيين. اللي عليه الدور يا باشا خريطتنا من الخريطه المقابله، قال لك ايه؟ يشير رقم 4 تحت اهو، تحت كده يبقى مقاومه ابناء السيف. يشير رقم نقط الى مدينه اعدم جميع افراد حمايتها، يبقى رقم 6. يشير الرقم نقط الى جزيره استولى عليها نابليون لمراوغه فين يا ابني انت؟ يبقى رقم 1 اللي هي مالطا. الاول كده طلع من طولون، استولى على قبرص وبعد كده كريت، وبعد كده الى مصر. فاضل ايه يا مستر؟ انا حاسك طولت. فاضل اخر حاجه عندي درس النهارده، هيبقى الامتحان اللي قدامنا ده على الدرس الثاني. لم يتحرك، صح وغلط؟ طبعا. لم يتحرك السلطان العثماني لمواجهه الفرنسيين، صح. استقرت اوضاع الحمله الفرنسيه بمصر بعد دخول القاهره، غلط. لم تستقر. اظهرت الحمله الفرنسيه على مصر مدى القوات العثمانيه والمماليك في المواجهه العسكريه، طبعا غلط، ضعف العثمانيين. كان لمعركه ابو قير البحريه في اغسطس 1798 اثار بعيده المدى على فشل الحمله الفرنسيه، تاني كان لموقعه فشل، يبقى صح. ما المقصود بالمقاومه؟ رفض الشعوب الاحتلال ومظاهره والدفاع عن البلاد بمختلف الوسائل. طيب الجلاء، رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. طب يا مستر قارن ما بين نابليون عند دخول الازهر ونابليون اثناء ثوره القاهره. عند دخول القاهره قام بتامين العلماء والمشايخ على الاموال والارواح. طب بعد كده يا باشا في الثوره دخل نابليون الجامع الازهر بخيولهم مما اثار الشعور الديني لدى المصريين. ما رايك؟ انا ننبه عليه وانا بشرح. ما رايك في اعدام نابليون جميع افراد حميه يافا؟ طبعا يعد مخالفه لما وعد به نابليون. فاضل يا مستر؟ فاضل يا حبيب قلبي اسئله اختار. اكثر الاسلحه التي اعتمد عليها المماليك هي الفرسان. فشل نابليون في فتح عكا بسبب مقاومه اهلها بقياده احمد باشا الجزار. يعد انشاء محاجر صحيه بعدد مدن من انجازات الاجتماعيه. ما النتائج المترتبه على مقاومه ابناء الصعيد؟ تعظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. طيب تحالف الدوله الاوروبيه ضد فرنسا للحمله الفرنسيه، عوده نابليون سرا الى فرنسا. أيد بالأدلة صحة التاريخية الآتية. ساهمت بريطانيا في فشل الحملة الفرنسية على الشام بسبب إمداد الأسطول الإنجليزي لأهالي عكا بالمؤن والذخائر. كان للحملة الفرنسية آثار إيجابية على العلاقة بمصر في أفريقيا، طبعا فتح أسواق جديدة في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وبلاد شمال أفريقيا. بكده يا أولاد نكون وصلنا لنهاية تدريبات الدرس بتاع النهارده، درس الحمله الفرنسيه من كتاب الامتحان. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعمل باللايك وتشترك في القناه، تصلي على النبي في الكومنتات وتشارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.